السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مدموزيل سارة مصطفى مدرسة الفرنساوي، مكملين مع بعض بمشيئة الله شرح منهج أولى سنة. خلصنا في الفيديوهات اللي فاتت شرح الدرس الأول وشرح الدرس التاني من الوحدة الأولى، وخلصنا كمان من الدرس التالت شرح قاعدة الملكية وشرح CDE اللي هي صالة الوسائط المتعددة ومحتوياتها. وهنكمل مع بعض النهاردة إن شاء الله شرح الدرس التالت، ويبقى كده خلصنا الوحدة الأولى اللي هي تعادل نصف المنهج. وهنبدأ أول حاجة بالاستفهام. وقبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفني أو أول مرة تشوف القناة، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وأول استفهام عندي بأداة الاستفهام أكي. احنا خدنا قبل كده كي، بس كي بمعنى ايه؟ بمعنى من، بستخدمها للسؤال عن فاعل أو مفعول عاقل. لكن هنا سبقتها بحرف الجر حرف الجر بمعنى ايه؟ بمعنى إلى. فأكي على بعضيها بمعنى إلى من أو ملك من، وبستخدمها في السؤال عن الملكية. زي ايه مثلا؟ انا لقيت قلم في الفصل، هعمل ايه؟ هسأل على صاحب القلم، هقول ملك من هذا القلم او الى من هذا القلم، القلم ده بتاع مين؟ ومديني هنا مثال بيقول لي اكي ايلو لافر، لمن هذا الكتاب. او ممكن اجيبها في اخر الجملة اقول لو ليفر ايتاكي، الكتاب بتاع مين او الكتاب ملك مين. هرد اقول له ايه بقى؟ مثلا لو ليفر ايتا جون، الكتاب ده بتاع جون. ممكن اقول له لو ليفر ايتا موا، الكتاب ده يكون لي. وفي ملحوظة مهمة جدا في أداة الاستفهام كي، ولازم ناخد بالنا منها جدا. ايه هي؟ أداة الاستفهام كي بتنتهي بحرف الإي اللي احنا بنقول عليه آي. حرف الإي هنا ثابت لا يتغير أبدا. يعني ايه لا يتغير؟ احنا متعودين لما يكون عندي حرفين متحركين ورا بعض بنشيل الحرف الاولاني ونحط مكانه ابوستروف، لكن اداة الاستفهام كي حرف الاي فيها ثابت مش بيتغير، مهما جه بعدها حروف متحركة هيفضل ثابت زي ما هو. ولو تلاحظوا في المثال اللي عندي اكي جاي بعدها حرف متحرك، هل حصل اي تغير؟ هل حرف الاي اتشال واتحط مكانه ابوستروف؟ لا، ما تغيرش. يبقى اكي او كي لوحدها حرف الاي فيها ثابت لا يتغير. وتاني استفهام عندي بكوا. كوا يعني ايه؟ كوا يعني ماذا. كوا بتساوي عندي اداتين استفهام كمان، بتساوي كو وبتساوي كيسكو، والتلاتة بمعنى ماذا. بستخدم كوا في ايه؟ بستخدمها في السؤال عن تحديد الهوية. عندي تعبير اسمه سيكوا. سيكوا بمعنى ايه؟ بمعنى ايه ده او ما هذا. وده بيساوي تعبير تاني اسمه كيسكوسي بمعنى ما هذا، كان عندنا في الترم الاولاني. يبقى انا عندي عشان اسأل عن تحديد الهوية حاجة انا مش عارفاها عايزة اسأل عنها، اقول ايه ده؟ بسأل بحاجتين، اما سيكوا ودي بتيجي في نهاية الجملة او بكيسكوسي. مديني مثال عندي زي لوسي دي اي سيكوا، ايه هي صالة الوسائط المتعددة؟ هقول لي بقى سيتان سونتر دو دوكيومونتاسيو اي دانفورماسيون. وتاني استخدام عندي النهاردة لقوة ان انا بحط قبلها حرف الجر دو، بيعمل لي تركيبة اسمها دوكوا. دوكوا دي يعني ايه؟ بمعنى الى ماذا او الى اي شيء. ودي بتجيلي دايما في سؤال اسمه الى ماذا نحتاج. زي مثلا نقول بالعربي الى ماذا نحتاج لكي نرسم خريطة، احنا محتاجين ايه عشان نرسم خريطة؟ او مثلا الى ماذا نحتاج لكي نسمع موسيقى، محتاجين ايه عشان نسمع موسيقى؟ الى ماذا نحتاج لكي نلعب كرة قدم، محتاجين ايه عشان نلعب فوتبول؟ لو تفتكروا معايا في الفيديو اللي فات اخدنا التعبير المهم جدا اللي هو افوار بزواندو، بمعنى في حاجة الى، اللي هو احنا محتاجين ايه. فمديني هنا مثال بيقول لي دوك وانا بزوان بور ديسيني ان كارت، الى ماذا نحتاج لكي نرسم خريطة؟ رد عليا قال لي ايه؟ ونا بزوان دان اطلس، احنا محتاجين اطلس. يبقى انا استخدمت اداة الاستفهام قوة في حاجتين النهاردة. اول حاجة في تحديد الهوية اللي في التعبير سيكوا اللي هو بمعنى ايه ده او ما هذا اللي بيساوي لي كسكوسي. وتاني حاجة سبقتها بحرف الجر دو بمعنى الى ماذا او الى اي شيء. وتالت استفهام عندي ببوركوا. بوركوا يعني لماذا، بستخدمها في السؤال عن السبب. زي ايه مثلا؟ بوركوا جولي با او سي دي اي، لماذا تذهب جولي الى صالة الوسائط المتعددة. او ممكن اجيبها في اخر الجملة عادي، اقول جولي با او سي دي اي بوركوا، جولي تذهب الى صالة الوسائط المتعددة لماذا. اخد بالي بقى في الرد على بوركوا. احنا قلنا بوركوا بمعنى ايه؟ بوركوا بمعنى لماذا. واحد بقوله لماذا ليه، هيرد عليا يقول لي علشان كذا كذا. علشان دي اسمها ايه عندنا بالفرنساوي؟ اسمها بور. بور يعني لكي او علشان.
لو تلاحظوا نفس الكلام ده عندي في الإنجليزي، أنا عندي في الإنجليزي أداة الاستفهام واي. واي يعني لماذا. عشان أرد على لماذا برد بإيه؟ برد بيكوز. بيكوز يعني لأن أو علشان. بس أنا عندي ملحوظة بور. بور لازم يجي بعدها فعل في الانفينيتيف، فعل في المصدر، ما ينفعش يجي بعدها حاجة تانية، لازم يجي بعدها فعل في المصدر. طب ثواني يا مس كده، هو يعني ايه فعل في المصدر؟ فعل في المصدر يعني الفعل بنهايته العادية من غير تصريف. نهايته العادية، أنا مش عارف يعني ايه نهايته العادية يا مس. أنا عندي النهايات العادية 4 نهايات، ومعذرة بس هقولهم بالانجليزي علشان الطلبة اللي بتتلخبط بالنطق حرف الاي وحرف الاي ما يتلخبطوش معايا. النهايات العادية اللي عندي اما اي ار، اي ار، ار اي، او اي ار. دي النهايات اللي عندي لما الاقي الفعل بينتهي بالاي ار او الاي ار او الاو اي ار او الار اي، اعرف ان هو في المصدر على طول، مش متصرف. ففي المثال عندي قال لي بوركوا جولي فا او سي دي. ليه البت جولي بتروح صالة الوسائط المتعددة؟ تعالوا ما نشوف بقى رد عليا ازاي. قال لي الفا او سي دي هي بتروح صالة الوسائط المتعددة بور لكي فار دي ريشيرش، عشان تعمل ابحاث. طب فيرب فير هنا في المصدر، في المصدر انا قلت لك من نهايات المصدر ايه؟ الار اي، وفيرب فير بينتهي بالار اي، يبقى في المصدر ولا لا؟ في المصدر. وجايب لي هنا تمرين على الاستفهام، تعالوا نشوف مع بعض هنحل التمرين ازاي. وقبل ما نبدأ في الحل في ملحوظة عايزة ألفت انتباهكم ليها واحنا بنحل سؤال الاستفهام. وانا بحل سؤال الاستفهام لما باجي اختار أداة استفهام بحطها في الجملة وترجم بيها الجملة. ادتني معنى يبقى انا ماشي صح، ما ادتنيش معنى او ادتني معنى مش مظبوط يبقى انا غلط. فما تحاولوش تكبروا وتحاولوا تخلوا الجملة بالمعنى اللي انتوا عايزينه عشان تمشوا اللي انتوا مختارينه صح. لا، انا بختار حاجة بحطها في الجملة وترجم الجملة. ادتني معنى صحيح يبقى انا ماشي صح، ما ادتنيش معنى يبقى انا غلط واشوف اداة استفهام تانية. واول سؤال بيقول نقط سوسي لاب تكون الكتب. هجرب الاربع الاختيارات اللي عندي واشوف انهي اختيار هيديني معنى صحيح. اول حاجة كي اللي هي بمعنى من، هقول من تكون الكتب، ده معنى صحيح؟ لا غلط. تاني اختيار كوا. كوا اصلا ما تنفعش تجيلي في بداية الجملة، كوا بتيجي في نهاية الجملة او وسطها. طب امتى تجيلي في بداية الجملة؟ بتجيلي في بداية الجملة لو كانت مسبوقة بحرف جر. تالت اختيار أكي لمن تكون هذه الكتب، ادتني معنى صحيح. طب نجرب الرابعة بالمرة. بوركوا سوسي لاب لماذا هذه الكتب، تنفع؟ لا. يبقى الوحيدة اللي ادتني معنى صح هي أكي لمن تكون هذه الكتب. السؤال التاني نقط الفا على بيبليوتيك هي تذهب إلى المكتبة. نجرب الاختيارات. أول حاجة بوركوا، بوركوا الفا على بيبليوتيك لماذا تذهب إلى المكتبة، ولا كي من هي تذهب إلى المكتبة؟ طبعا دي خاطئة. وتلاتة كوا، اتفقنا كوا ما تجيش في أول الجملة، تيجي في آخر الجملة أو وسطها. ولا أقول كو ماذا هي تذهب إلى المكتبة، تنفع؟ لا. يبقى الوحيدة اللي ادتني معنى صحيح هي بوركوا. بوركوا الفا على بيبليوتيك لماذا تذهب هي إلى المكتبة. رقم 3 نقط فوزالي أو سيلف أنتم تذهبون إلى صالة الطعام. نجرب الأربع اختيارات برضو. أول اختيار اللي هو أو يعني أين، هقول أين أنتم تذهبون إلى صالة الطعام، طبعا غلط. تاني حاجة بوركوا، بوركوا فوزالي أو سيلف لماذا تذهبون إلى صالة الطعام، مدياني معنى صحيح بس هنجرب الباقي برضو. كي من أنتم تذهبون إلى صالة الطعام، طبعا غلط. كو ماذا أنتم تذهبون إلى صالة الطعام، طبعا غلط. يبقى الوحيدة اللي ادتني معنى هي إيه؟ بوركوا لماذا تذهبون إلى صالة الطعام. رقم 4 لا بيدي سي نقط. ايه اللي بيجيلي بعد سي؟ بيجيلي كوا، يبقى لا بيدي سي كوا، ايه هي القصة المصورة. رقم 5 نقط تيباو سي دي اي انت تذهب الى صالة الوسائط المتعددة. هقول ايه بقى؟ او اين انت تذهب الى صالة الوسائط المتعددة، طبعا لا، لان صالة الوسائط المتعددة دي مكان، هقول له اين تذهب الى مكان، طبعا لا. رقم 2 كو ماذا أنت تذهب إلى صالة الوسائط المتعددة، طبعا لا. طب رقم 3 بوركوا تيفا أو سي دي لماذا تذهب إلى صالة الوسائط المتعددة، مدياني معنى صحيح. طب الأخيرة كوا، احنا اتفقنا ان كوا بتيجي في نهاية الجملة أو وسطها، يبقى هنا اختار بوركوا تيفا أو سي دي. رقم 6 نقط إيلو ساك تكون الشنطة. نجرب الاختيارات. أول حاجة كوا، اتفقنا ان كوا ما بتجيليش في بداية الجملة. تاني حاجة أكي لمن تكون الشنطة،
مدياني معنى صحيح، بس نكمل الباقي. رقم سي، كي ايه لو ساك، من تكون الشنطة؟ طبعا غلط. رقم دي، بوركوا ايه لو ساك، لماذا تكون الشنطة؟ طبعا معنى خاطئ، المعنى الوحيد الصح اكي ايه لو ساك، لمن تكون هذه الشنطة. رقم 7، ست روس ايه نقط، المقلمة تكون. هقول المقلمة تكون بوركوا، المقلمة تكون لماذا، أو لماذا تكون المقلمة؟ طبعا غلط. هقول ست روس إيتاكي، المقلمة تكون لمن؟ دي يعني معنى صحيح. ولا هقول ست روس إيكال، كل بمعنى ما أو أي، وما تنفعش هنا عندي لأن المقلمة مؤنثة ودي المذكرة. ولا هقوله ست روس إيكو، المقلمة تكون ماذا؟ طبعا غلط، يبقى هختار أكي، لمن تكون هذه المقلمة. رقم 8 نقط، يابز وان بور سيرفيسي الانترنت، أنت تحتاج لكي تتصفح الإنترنت. من غير ما نفكر كتير، ايه أداة الاستفهام اللي بتيجي مع التعبير أفوار بزواندو؟ في حاجة إلى، هي دقوة، إلى ماذا نحتاج لكي تتصفح الإنترنت. رقم 9 بور ترادبير التكست، لكي تترجم نص، ونابزوان نقط، عشان تترجم نص انت محتاج ايه؟ محتاج إلى ماذا؟ هقوله ونابزوان دقوة. رقم 10 تياريفتار وجوردوي، انت واصل النهاردة متأخر، هقوله ايه بقى؟ من المعنى كده من غير ما نفكر كتير، بوركوا تياريفتار وجوردوي، انت جاي متأخر ليه النهاردة؟ ويبقى كده انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، واي سؤال او استفسار اكتبهولي تحت في الكومنتات او ابعتهولي على جروب التليجرام. اوريفوار.